طبعا كلنا سمعنا عن المشروع الجديد للقوات المسلحة. القوات المسلحة عملت مشروع هيحل أزمة كانت هتكون السبب في موت ملايين المصريين. لا فعلا المشروع ده هيفرق قوي مع مصر، وطبعا انتوا عارفين انا بتكلم على مشروع ايه كويس قوي. احنا عاوزين نقول لاثيوبيا مستعدين نعمل لكم 10 مليون. ادي بقى الاقتراح بتاع حزب فرسان مصر، الحل السحري. معلش هم بيتكلموا بقى علينا قوات مسلحه، انا هكلمهم بعلم بتاع الناس القوات المسلحه اللي هم متقاعدين. أزمة سد النهضة دي من أكبر الأزمات اللي بتواجه مصر دلوقتي، وللأسف محدش لاقي لها حل. بس احنا عندنا رجال في القوات المسلحة بيواجهوا أي أزمة. 4 منهم كده جم قاموا جايين عاملين حزب صغير على قدهم وسموه فرسان مصر، وقاموا واخدين أثيوبيا كده ترغيب وترهيب. هم عشان ناس عسكريين بيفهموا يعني في الأصول وكده، أول ما بدأوا معاهم بدأوا بالترغيب. هنزرع 10 مليون شتله اشجار بتاع غابات، و10 مليون شتله موز بالانسجه في مصر واثيوبيا والسودان، فهتبقى المناطق دي ممطره جدا. هو نفسه هيقول لي انا مش عايز السد، افتح من عندك لان الميه هتغرقني. هنناقش الموضوع ده بموضوعيه. احنا عايزين ايه اكتر من ان مصر واثيوبيا يغرقوا ميه؟ احنا هنسمع كلام سياده اللواء. هنجيب 10 مليون غابات، 10 مليون موز بالانسجه، و10 مليون موز باللبن. انا بقول نخش في الترهيب. الاتفاق الثاني وهو ان احنا عندنا السلطان عبد الحميد متنازل عن تلت مساحة اثيوبيا دي بتاعت مصر. معانا العقود بتاعتنا تلت اوغندا بتاعتنا. فمستعدين نروح ونرفع قضية وناخد تلت مساحة اثيوبيا. شكرا، روح لهم. بص هو الحل هيبقى ازاي بالظبط؟ يعني بالظبط السيسي هياخد طياره ويطير على اثيوبيا وياخد معاه محامي عقر تهاني الجبالي مثلا يشحنها في اي حاجه، وهناك يروحوا على اكبر محكمه موجوده في اثيوبيا ويقدموا الورق اللي يثبت ان تلت اثيوبيا فعلا بتاعنا. فالمحكمه هناك تقول لك يو بقى خدوا اثيوبيا مننا. لا بس مش ده المشروع اللي شغل الرأي العام الأسبوع اللي فات. في مشروع كده انتوا عارفينه كويس، المشروع بقى اللي هينقل مصر بقى. انا هقول لحضرتك على حاجه من ضمن الاختراعات اللي يمكن هيكشف عنه القوات المسلحه. في اختراع وكاله ناسا الامريكيه وصلها فيه خبر وكانت عملت مفاوضات واتصال عليه. ماده بتتحدث او بتلقى امام السيارات فبتحول الطرق غير الممهده الى طرق ممهده. عايزها في شارعنا دي. بس هي مشكلتها ان الارض بعد نص ساعه بتشربها وترجع الارض لطبيعتها تاني. لغايه ما نعدي بس، يعني لغايه ما نعدي في المروح والمجيه. يا عم اهدى بس اهدى، الموضوع بسيط خالص وسهل جدا. يعني مثلا لو افترضنا ان ده طريق غير ممهد وانت دلوقتي ماشي عليه بالعربيه، كل اللي عليك تعمله هتجيب راجل عسكري كده بيفهم مدرب خبير يمسك لك جردل الماده ويمشي قدامك اهو وانت برضه ما تتاخرش، اخرها نص ساعه. انت متخيل عظمه اختراع زي ده ايه؟ اختراع زي ده كده اهم ميزه فيه انه مش هيتعبنا في القلشه، يعني هو قالش نفسه. انت خلصت شوارع مصر عشان تطلع تسافر الفضاء. يعني اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا وفولو سبسكرايب يا ابني. ايه فين الاختراع بتاع الكفته؟ كفتة يا احمد دي اللي هنقشها للناس؟ ايه هقول للناس ايه؟ اقول لهم بنطلع كفته من مرض الايدز ياكلوا المريض؟ يعني موضوع زي ده مش هنناقشه، يعني ده اخرنا كده نقلش عليه. القوات المسلحه بتعمل حاجه لبلدها وناس بتهاجمها، ليه الجحود ده؟ ليه ده؟ مين ده؟ أنا طبعا سيادة اللواء حمدي بخيت، محلل عسكري واستراتيجي مهم جدا. فضلا عن كل ذلك هو رجل ابن المؤسسة العسكرية وبالفعل مدافع شرس وصلد عن هذه المؤسسة. معلش يا ست اللي هو والله يعني اللي ما يعرفك والله يجهلك. معلش عندي انا دي عندي يعني. بس يعني انا مستغرب له، يعني عيب تشتغلوا الناس تقول لهم هندوكوا صباع كفته يشيل ايدز يعني. عيب والله. انت زعلان ليه؟ ايوه زعلان طبعا، مش ده ارواح ناس دي. انت زعلان ليه؟ انا عايز اعالج ناسي،
انا قلت لك هات ناسك، انا هعالج ناسي وناسي راضيين وعايزين يتعالجوا عندي، انت مالك؟ يا ست اللي واحده بس كده، اهدى اهدى اهدى، خلينا نتكلم بالعقل. معقوله في سيخ كفته هيعالج ايدز؟ انا بكاش، اعتبرني بكاش، ماشي؟ اعتبرني بكاش. ما انا بقول كده برضه. طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ يا عم دي ارواح ناس، هجرب ايه؟ انت عايز تفهمني ان البتاع ده يشيل ايدز؟ يعني ده لو استخدمناه غلط يجيب ايدز. لو جبت لي مريض وقلت لي طب مش انت قلت لي الجمل طلع النخله؟ ادي الجمل عالجهولي. ادي الجمل وادي الجمال، هو ده الكلام المعقول يا سياده اللواء؟ احنا نجرب. نجرب. اتفضل تعال. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، تعالى. مالك؟ مالك خير؟ مش قادر يا دكتور. مالك؟ عندك ايه؟ حاسس بنقص في المناعة. يعني ايه؟ المناعة المكتسبة. هو ايدز يعني؟ اه يا لا دكتور. يا عم بسيطة، نام على ايه؟ انام كده؟ نام على مالك خالص. ماشي يا دكتور. عندك فيروس سي؟ اه. عندك سكر؟ سكر. بايدك. عندك تصلب شرايين؟ اه. عندك قلب؟ اه. لا بسيطة ان شاء الله، بسيطة خالص. عالجك بالجهاز الجديد بتاع القوات المسلحة، بيعالج كله ما شاء الله. الاكتشاف؟ اعجاز علمي. الله يديك الصحة. احنا ما كانتش القوات المسلحة جابت لنا الجهاز ده، كانت الناس ده هتروح فين؟ يلا استحمل بقى شوية معايا، ان شاء الله تبقى زي الفل. هيوجع يا دكتور؟ لا لا خالص يا حبيبي، استحمل بس شوية. لا لا استحمل بقى عشان استحمل بقى، وبوجع شوية بس تخف على طول. بس خلاص خلاص. بس 16 ساعة ان شاء الله وهتكون زي الفل. دكتور يا دكتور، اصحى يا دكتور. يا دكتور اصحى يا دكتور. يا دكتور. ايه احسن؟ احسن ايه؟ انا بقيت خروف. بس خفيت. خفيت ايه؟ بقول لك خروف. يعني تموت ولا تعيش خروف؟ اموت؟ لا اعيش خروف. ربنا يديكوا الصحة يا رب ويخلي لكم الاكتشاف الجديد، وتسلم الايادي يا دكتور. ربنا يديكوا الصحة يا رب. الشعب ده غلبان، مصدق اي حاجة. الحمد لله انا بقيت خروف. لا لا اختراع بجد، يعني انتوا متخيلين جهاز زي ده كده لو صدرناه بره هنكسب كام؟ لان هذا الجهاز لن يباع في الخارج. لن يباع في الخارج. لن يباع في الخارج. ليه بس؟ ليه تمنعوا العالم من الاختراع العظيم ده؟ يعني ده اوباما ذات نفسه لو عرف حوار زي ده هيزعل قوي. اضحك يا اوباما، ما انتش فاهم عبد العاطي قال ايه. خش له بالترجمه، خش له. Listen, your Obama. We are Egyptian women. You are listen, Obama. Shut up your mouth, Obama. Shut up your mouth, Obama. Sisi yes, Sisi yes. Morsi no, Morsi no. Sisi yes, Sisi yes. مرسي نو. ورسالة لك يا جلد الحنطور، مهما تلف ومهما تدور مش هنرجع المعزول. بص سيبك من اللي فات ده كله. على فكرة الجيش مش وظيفته يعمل لنا مصانع مكرونة وصلصة ويسفلت لنا طرق، واختلف معايا في ده زي ما انت عايز، لكن اللي مش ممكن تختلف معايا فيه ان الجيش وظيفته الرئيسية انه يحارب. وعلى فكرة لما بيحارب ناس تانية غير شعبه. احنا مثلا لما بنتريق على مهزلة زي مهزلة الكفتة، احنا ما بنتريقش على الجيش، احنا بنتريق على مشقرة. اشوفكم الحلقة الجاية. ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا وفولو الاكونت بتاعنا من الرابط اللي موجود
تحت، وتعمل لايك على الفيسبوك وفولو على الانستجرام، وتتفرج على حلقتنا اللي فاتت. واكتر واحد يعمل شير ياخد البتاع ده. ماشي؟ بعمل شير بقى، خده.